تعد صناعة السيوف من الصناعات التراثية القديمة المميزة لما تحتاجه من دقة وعناية فائقتين، حيث تمر بمراحل عديدة حتى تصل إلى شكلها الطبيعي. بالنسبة لمراحل صناعة السيوف، أول ما نشتغل النصل الحديدة، إذا يريدون مثلا يوصلون على سيف ذو الفقار أو سيف عدل أو سيف طراز معين مغولي، نبدأ أن نشتغل الحديدة النصل بالكورة والسندان إلى أن نخليه بالشكل الطبيعي. أو مثلا واحد يريد يجيب لنا فسيف قديم هم معتزين به أهله، يعني سيف راجع للعائلة أو كهدية من شخص أو سيف يكون وقف قديم عندهم. أول ما نشتغل الحديدة نشوف إذا بها فد نتوء بسيط أو بها فد عواج فد شيء، نحاول نصلح النصل نخليه بالشكل الجميل والطبيعي. وراها نشتغل إذا يردون مثلا من عندنا فد أحاديث قرآنية نكون نحفر عن النصل، مثلا شعر أو حديث نبوي أو فد آية قرآنية، نبدأ نحفر عن النصل بهذا الشكل، يكون الحفر عن النصل بهذا الشكل على الحديد. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذا انطلب من عندنا أن نكون هذا هنا، فنشتغل النصل نكمله إلى أن نوصل في المرحلة بحيث هو جاهز أن يروح للإقراب الخشب. وبعد وصول السيف إلى شكله الطبيعي تأتي مرحلة صناعة الغمد أو ما يسمى بالإقراب وبأنواعه المختلفة، ليدخل عملية النقش والصياغة باستخدام الذهب والفضة ومعادن أخرى ثمينة. وراها نودي للنجار نصنع له فد إقراب خشب بنفس القياسات مال الشكل مال السيف، نصنع له إقراب خشب نفس القياسات مال الشكل مال السيف. وراها نبدي يدخل مرحلة الصياغة، ورا ما نكمل شغل الخشب يدخل مرحلة الصياغة. نوبات ينطلب من عندنا إقراب خشب كله ينصاغ فضة أو ينصاغ ذهب أو ينصاغ فد معدن، ينطلب الذهب أو الفضة. يراد نوبات من عندنا إقراب مطعم جلد، يعني نخلي له جلد وبعدين نصوغ فوق الجلد يطلع بهذا المستوى. هذا هسه مصيوغ جلد، مصيوغ فضة مركب على جلد، أو هذا جلد الغزال، يعني انطلب من عندنا سيف جلد الغزال، جابوا لنا جلد مال الغزال طعمنا سيف بجلد الغزال. وللسيوف أشكال وأسماء عديدة، لعل أشهرها سيف ذو الفقار. أشهر أنواع السيوف هو أشهر نوع لأنواع السيوف هو ذو الفقار، سيف أمير المؤمنين سلام الله عليه. يبقى أسماء السيوف هواية، أكو المهند، أكو الصمصام، أكو القلعي، أكو الحتوف، هاي أسماء سيوف رسول الله صلى الله عليه وآله. هذن الأسماء هواية، أكو الحسام، أكو يعني قلت لك تقريبا فد 200-250 اسم أكو للسيف، يعني مو اسم واسمين. وهذه الأشكال جميعها تصنع في مدينة الكاظمية المقدسة وبأياد عراقية من دون تدخل أي آلة أو ماكنة، الأمر الذي جعلها الوحيدة في العراق وباقي الدول العربية. هذا كل العمل يدوي من الألف للياء، ما يدخل به أي ماكينة، يعني أنت داخل ورشة وما تشوف أي ماكينة، وهذا كل اللي موجود كله شغل يدوي من الألف للياء. ومع العلم أكو فد شغلات بالسيف وبالقامة احنا نقدر نلجأ للماكينة، بس أنا بطبعي تعلمت أو إيدي أخذت على هذا الشغل. احنا الوحيدين بالوطن العربي وبالعراق وبالكاظمية الحمد لله والشكر، وعندنا شغل يعني بداخل متاحف العالم ولا راح إلى رؤساء دول عربية وأجنبية الحمد لله والشكر. وتستخدم هذه السيوف كهدايا ثمينة أو لغرض تمثيل شخصيات تاريخية في الهيئات والمواكب الحسينية. هذا اكو ناس تخلي للبيت للتبرك وتخلي به آية قرآنية، مثل هذا سيف ذو الفقار مكتوب عليه آية قرآنية الناس تتبرك به تخليه للبيت. اكو ناس تودي هدايا لشيوخ العشائر، اكو يستخدموه بالمواكب الحسينية، واكو هواية يعني يهدون المسؤولين بالدولة ورؤساء عرب واجانب، يعني هواية عندنا شغل طالع لي برا رايح الرؤساء دول عرب واجانب وخليجيين. وقد شارك أصحاب هذه المهنة بمهرجانات عالمية وحصلوا على المراكز الأولى في مجال النقوش والخطوط الظاهرة على المعادن النفيسة. من بغداد، سيف عبد الخالق، قناة كربلاء الفضائية.